في سهرة رمضانية جواها كورة ومسلسلات، فريق الزمالك كان عنده ماتش أشغال شقة جدا، مش هينفع فيها نكت مصطفى غريب وقلاشات سيف الجزيري، وعارفين ان الاتنين مش بيكملوا للنهاية. يعني تقدر تقول كده ان الزمالك كان عنده ماتش مع العتاولة نفسهم بقيادة المخضرم علي ماهر، حد كده حكيم باشا، حد تقيل محتاج تلعب معاه بحذر وما ينفعش معاه التهريج. في الشوط الاول عبد الله السعيد بياخد محمد توني في قلب منطقة الجزاء ويرقصه، ويتسبب محمد توني في ضربة جزاء. بيدخل عبد الله السعيد يشوطها ويسجلها ويحرز الهدف الاول علشان يضمن ال80 باك ومكافأة. الشوط الاول احداثه مثيرة وجميلة، لكن بينتهي 1-0 لصالح الزمالك. وندخل بقى على الشوط الثاني اللي كان مليان سيناريوهات كتيرة وعجيبة. عبد الله السعيد بيقدر ان هو ياخد برضه ضربة جزاء تانية من نفس اللاعب محمد توني. جماهير الزمالك لما تشوف محمد توني هو اللي بيتسبب في ضربتين جزاء لصالح الزمالك بتقول لك يا ريت يا اخي نص الشعب اسمه محمد. سيراميكا ما كانش قدامه غير ان هو يلعبها على بلاطه، هيخسر ايه؟ ده ماتش كاس. وهوب من هجمه اسلام عيسى الوزان بيلمح ايمن موكا فبيقول له يلا بينا عشان يحرز سيراميكا هدف التعادل. طارق ابو العين بيقول لعلي ماهر احنا جبنا الجون، امال ليه جماهير الزمالك هي اللي بتحتفل وما وقفتش احتفالات؟ قال له سيبك منهم، دي الجماهير عايشه الدور. بيسيرو بيبص على الدكه وبينده على زيزو بيقول له تعالى بقى ده وقتك، ده انت الكابتن، عايزك تنزل في النص. وبقى شويه شغل من فهد البطل كده وتصرف يا نجم وتنزل تلم الفرقه عشان تكون ولاد الشمس شويتين. وبيسيرو بينده على مصطفى شلبي وقال له يا شلبي انا عايز افهم هو احنا ليه مش فاهمين بعض؟ انت بتعرف انجليزي؟ قال له نو يا كابتن. طب انت بتعرف برتغالي؟ قال له نو يا كابتن. قال له طب اكلمك باي لغه ونفهم بعض ازاي؟ قال له بص يا كابتن انا بعرف اللانجويتش بتاعت كابتن جيمي. قال له طب بص بقى ديرجن هورس. قال له اوكي يا كابتن، ولا اقول لك اوكي سيري بيري. الماتش بقى بيفضل رايح جاي لحد ما بنيجي في الدقيقه 90، يعني بتتكلم في وقت منتهي الصلاحيه. بيظهر زيزو سيد الناس وياخد لعيبه سيراميكا على قهوه المحطه ويسجل هدف عالمي، ويروح بقى يحتفل بالهدف ناحيه الجماهير، فالجماهير تنده عليه وهو يشاور لهم يقول لهم اخواتي. بعد فوز الزمالك وبعد فوز بيراميدز كده اقدر اقول لك النهائي كامل العدد. الزمالك وبيراميدز في النهائي، يعني الماتش برعايه وتقابل حبيب. اما انت بقى انا عايز اقول لك على حاجه، في عز الخناقه اللي دايره على الواد ابنك يروح مع المنتخب ويجيب جون في ماتش مهم، وبعدها بكام يوم يروح يجيب جون مع الزمالك في ماتش مهم برضه. يا اخي ده انت لو المداح مش هتعمل السيناريو بالطريقه دي. وسلامي بقى للكابتن حسين لبيب لان زمانه بيحسبها حسبة عمري وعمره هو كمان. اما انتم بقى فكنت في كل فيديو اقعد اسالكم هو انتم مستنيين ايه عشان تعملوا لي لايك وشير؟ مستنيين العيد؟ ادينا بقينا في العيد، ولا يعني لازم اقدم محتوى ايش عشان يعجبكم؟